بسم الله الرحمن الرحيم. هي مصر رايحة على فين؟ الحلقة الرابعة. أنا كنت بتكلم عن المسلسل ناسي اسمه، هو مسلسل حديث الصباح والمساء. طبعا المسلسل ده من أنجح المسلسلات اللي التلفزيون عرضها، ولو إنه طبعا للأسف الشديد الكاتب السيناريو دخل حاجات، يعني زود حاجات عشان يبقى. شوف هنا التجارة بقى بتفرض. يعني هو طبعا عشان يجيب نجوم، ما هو مش هيقدر يبيع المسلسل إلا غير بنجوم. النجوم، نجيب محفوظ مش عامل نجوم في الروايه، لان شخصيات كتير جدا، مين فيهم النجم؟ فهم عشان يقدروا يجيبوا نجوم، يجيبوا ليلى علوي مثلا، عشان المسلسل يتباع باسمها، قالت لهم لازم يبقى دور كبير، فكبروا دورها قوي. اما تقرا الروايه، انا قريتها طبعا، قريتها كذا مره، ما فيهاش الدور ده مش بالحجم ده خالص، ده دور كده يعني سطرين. ليلى علوي واولادها دول سطرين ثلاثه كده في البتاع، مش هو عشان يجيبوا العيال دول، ويجيبوا ليلى علوي، ويجيبوا مش عارف ايه. كبروا دورها قوي وشوهوا المسلسل كمان. يعني مثلا ايه، جابوا منة شلبي. منة شلبي اصلا في القصه ما كانتش جميله، وكانتش يعني لاقي عريس، وكانت بتدور على عندها عقده نفسيه، مش لاقي حد يتجوزها وبتاع عشان مش حلوه وكده. طبعا هم جابوا منة شلبي، منة شلبي جميله، فطبعا هنا اساءوا لل يعني شوهوا القصه، يعني شوهوا الروايه، بس هي طلعت جميله برضه. يعني حتى بعد التعديل اللي عملوه ده طلعت جميله. شوف بقى، ده الفرق بقى بين الادب وبين الايه الدراما. عشان في ناس كنت انا بتكلم عن الحكايه دي، الادب انا اقدر اكتب زي ما انا عايز. انا الابطال ما لهمش فضل عليا، انا اللي بصنعهم، لذلك ما حد مفيش بطل يقول لي ده نور دوري صغير، لا. انا كاتب يعني، عارف الحكايه دي. يعني انا بتحكم بتحكم، انا ممكن اجعل شخص بطل، وممكن اقلل عادي، انا حر. لا، في السينما والمسلسلات لا، لان انت اصلا المسلسل ده او الفيلم ده منتج، سلعه، هتبيعه لمحطات وحاجات تانية. الناس دي عشان تشتري، في عندهم قواعد الشراء. زي مثلا بيجوا يشتروا لاعب، بيشتروا الفرق بتشتري لاعب ازاي؟ جدول كده، اللاعب ده سنه قد ايه، لعب كام مباراه دوليه، لعب كام مباراه محليه، جاب كام جون، جاب كام ضربه جزاء، لعب كام دقيقه في الموسم، او كام ماتش، او لعب كام ماتش في حياته، او اصيب كام مره. يعني الاهداف المساعده اللي هي الاسيستات اللي عملها، الانضباط بتاعه، هل الفريق بتاعه خد بطولات ولا لا، هل المنتخب بتاعه خد بطولات ولا لا، ايه كل ده بيتحط في معادله تديك سعر اللاعب، تديك سعر اللاعب. فالمسلسل كده، المسلسل فيه كام نجم؟ النجوم اللي بتبيع عندنا هم معروفين، ليلى علوي، مش عارف ايه، طبعا هم حطوا فيه عبله كامل ودلال عبد العزيز، طبعا دول ما لهمش سعر. محمود الجندي ملوش سعر. احمد الفيشاوي يعني ممكن دور ليه شويه سعر كده، لكن بالتالي هي النجمه الرئيسيه هي ليلى علوي، لذلك كبروا دورها قوي قوي قوي. كبروا دورها جدا، وهي مش في الروايه كده خالص. عرفتوا بقى ان في فرق بين السينما والتلفزيون وبين الكتابه. فمحدش يقول لي ان السينما والتلفزيون دول ابداع، لا يا بابا، دي تجاره، دي سلعه. دي سلعه، الابداع في الكتاب. انا بكتب كتاب، انا حر، انا قاعد يعني دلوقتي كده في الاوضه اهو، اقعد اكتب زي ما انا عايز، اه ده ابداع. انما لما نيجي نحول كلامي لمسلسل او فيلم، يقول لي خليك انت بقى على جنب كده، لان ده سلعه هنبيعها، لازم نعمل فيها، لازم نحط فيها عناصر تجاريه. ممكن يحطوا فيها رقاصه ترقص، يحطوا فيها خناقات، يحطوا فيها حد كوميدي ينكت يقول نكت، لازم يحطوا الايه التوابل، نحط فيها ضرب بالقلم، ده القلم ده بيبيع. لذلك الافلام كان زمان فتره كده القلم ده مهم قوي. شفت فيلم الخطايا اما عماد حمدي ضرب عبد الحليم بالقلم، ودايما في الافلام كان ساعتها ايه، لازم البطل يضرب البطله قلم كده او قلمين، وتقول كده. الحكايه دي بتعمل ايه يعني؟ يعني الجمهور طبعا اللي اغلبه شباب صغير او شباب يعني بيحبوها ليه؟ يحبوا يسمعوا صوت المرأة وهي بتصرخ، لاسباب بقى سيكشوال، جنسيه، او لان هم
عايزين ينتقموا من المرأة، يعني هم عندهم ايه، كراهية للمرأة او حقد على المرأة، لانه مثلا هي مش في متناوله، لان مثلا المرأة عندها بتحط مواصفات للشخص اللي هي ترتبط بيه او اللي ممكن تحبه او اللي تتجوزه او كده. لازم يكون الشخص ده فحل القطيع، يكون شخصية كده وواد ناجح. الشكل مهم بس مش كل حاجة على فكرة، مش كل حاجة الشكل، لازم يكون ناجح كده، ناجح يعني. طب شوف انت شويكار دي كانت من اجمل النساء في مصر، اتجوزت فؤاد المهندس. فؤاد المهندس مش حلو خالص، هي جوزته ليه؟ عشان شخصية ناجحة. كتير بقى هتلاقي كده، يعني كتير ممكن تلاقي كده، يعني تلاقي شخص واحدة جميلة جدا بتحبه لأنه ناجح. مش مهم قوي الشكل قوي، يعني حتى في إيطاليا كانت في فترة من الفترات في ممثلة هناك اللي هي صوفيا لورن، اللي بيقولوا ما نجيب له صوفيا لورن. صوفيا لورن دي كانت أجمل امرأة في إيطاليا، يعني كانت هي ايه، تحفه الجمال. هي بعديها هي وجينا لولو بريجيدا، الاثنين دول كانوا اجمل امراتين في ايطاليا. صوفيا لورين دي شوف بقى كانت من اجمل نساء العالم في وقتها. اتجوزت واحد منتج اسمه كارلو بونتي. كارلو بونتي ما كانش حلو خالص، كان شبه صلاح جاهين كده تقريبا، اسمه كارلو بونتي تقريبا. انا اثبتت دي حاجات من زمان قوي يعني. فهم كانوا دايما الصحفيين في كل مؤتمر صحفي ليها يقولها انت ازاي انت رائعه الجمال اتجوزتي كارلو بونتي دوت اللي هو ما هوش جميل، مش وسيم يعني. هو كان راجل طيب يعني بس هو مش وسيم. فتقول لهم مش مشكله بس انا بحبه ومش عارف ايه. طبعا هي بتحبه، انا فاهم، بس هو منتج. اتجوزوه عشان هو ناجح. تخيل بقى لو هو مثلا مش حلو مش وسيم وفاشل، هتتجوزه؟ لا. المرأة بتبحث عن فحل القطيع، لذلك تلاقي أي مطربة تيجي مصر أول حاجة تفكر إيه؟ تصطاد ملحن مشهور عشان يقدمها، حتى لو ممثله تصطاد مخرج. دي حاجه معروفه في مصر. يعني ورده لما جت مصر حطت عينيها على بليغ حمدي، تشيك تشيك، حتى هي قالت انا كنت بحبه من لما كنت في الجزائر. فايزه احمد اتجوزت مين؟ محمد سلطان. يعني مع ان محمد سلطان ده جنتلمان، ده يعني ولد شاب الله يرحمه الجميع بقى. محمد سلطان كان وسيم جدا، ممثل سينمائي نجم يعني. بس هو ما كملش في السينما، بس هو نجم يعني، وكان شخصيه ظريفه جدا. فهي اتجوزته لانه هو ملحن عشان يعمل لها الحان. تلاقي صباح برضو اتجوزت مش عارف منتجين، واتجوزت حاجات كده برضو. اسمه ايه ده، ليلى مراد اتجوزت انور وجدي، وانور وجدي منتج وبتاع حاجات زي كده. يعني ايه سميرة سعيد برضو لما كانت اتجوزت مش عارف برضو المطربه اللي هي السوريه اللي هم مشوها من مصر دي، اللي هي بتحبني وانا اللي مش فاكر اسمها، انا بقيت انسى الاسماء. برضه حاطط عينيها على عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب. حاطط عينيها على محمد عبد الوهاب. وبعدين مراته فهمت اللولا وفاهمه ان محمد عبد الوهاب ده بتاع نسوان يعني، بيريل على اي واحده يعني. فطبعا هي ليها علاقه كويسه بوزير الداخليه في الوقت ده، فقالت له مشيها من مصر، فمشاها، اصدر لها امر ترحيل. اسمها ميادة الحناوي، افتكرتها. ميادة الحناوي دي صوت جميل جدا، بس هي يعني ايه، طموحها كان عالي قوي، يعني انها تصطاد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب يعني، وهو متجوز. عارف لو مش متجوز اقول لك عادي من حقها يعني. وهو حبها، محمد عبد الوهاب حبها لان هو كان بيحب الستات قوي الحلوين، كان بيحب الجمال جدا محمد عبد الوهاب. يعني يحب المرأة الجميلة كده، يقدس المرأة الجميلة. في ناس كده زي نزار قباني كده، حتى ليه قصيدة لك المرأة الجميلة إذا ماتت مش عارف ماتت إيه يعني. في ناس كده بتحب المرأة الجميلة كده، يعني أهم حاجة الجمال في المرأة. فمحمد عبد الوهاب كان من هذا النوع، يحب المرأة الجميلة. فهو حب ميادة الحناوي وعمل لها الأغنية بتاع اللي هي الأغنية الخطيرة بتاعتها دي، اللي هي خدتها وردة هي في تقريبا في يوم وليلة أو حاجة كده. مرات محمد عبد الوهاب سلطت عليه وزير الداخلية، كانت على علاقة بيه، ولا يعني علاقة صداقة مش علاقة يعني، وخلته ايه يرحل ميادة الحناوي. دمرت مستقبلها طبعا، يعني كان ممكن تصطاد ملحن تاني مثلا في مصر ولا حاجه. هي كانت رائعه يعني، رائعه في كل حاجه ميادة الحناوي دي.
شكلا وصوتا يعني تحفه.